لعشاق السمك البلطي الصغير اللي قدام حضراتكم ده، آه، اطعم سمك تجيبيه وتاكليه هو السمك البلطي الصغير ده. هنقول اسرار النهارده كتير للسمك الصغير ده اللي ما بيعجبش اي حد، علشان خاطر ونقول طعامته ونقول الاكل بتاعه اللذيذ اللي انت ما تقدري تنسيه ابدا. سر من اسرار انك تاكلي السمكيه كلها ببعضها ما تسيبيش منها اي حاجه. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف هنعمل فيه ايه النهارده. انت جبتي السمك وغسلتيه، تكيت عليه من بره كده وطلعت المراره منه، علشان خاطر المراره دي بتخليكي ما تاكليش بطن السمكيه كلها وبتمرر السمكيه، يعني ما بتاكليش الا الفص اللي فوق ده بس، الظهر بس بتاعه. انما انت لما تطلعي المراره هتاكلي كل السمكيه. يا وعدي على السمك ده بقى لما تشويه كده وتاكليه مع السلطه وشويه الجرجير والرز السخن، وعودي وسلطني كده وكلي احلى سمك واحلى اكله تاكليها. جبت السمك وغسلته وحطيته في الردة ومولعة الفرن من فوق ومن تحت، علشان السمك عايز الفرن يكون والع من فوق ومن تحت. انت اللي حطيتي ملح في ارضية الصينية اللي انت حطيتها في الفرن دي، ولا اللي حطيتوهم على صاجة الفرن دي حطيت لهم اي حاجة؟ السمكية بتطلع بسمكتها كده ما فيهاش اي حاجة مهرية، وريحته جايبه مدخر الدنيا من طعامة السمك وريحته الحلوه دي في الفرن البلدي. لو ما عندكش فرن هتعمليه على صاجه على البوتاجاز من فوق، تعملوش في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز بيغيب في تسويته، ما بيبقاش طعمه حلو خالص السمك فيه. جبت التملحه بتاعته، معلقه توم هرساها ومعلقتين هريسه، هريسه فلفل وكزبره، معلقه كزبره ومعلقتين ملح. متكترش الملح عشان الهريسه عليها ملح. هتحط كل دول الهريسة عليها ليمون وخل. مش هتحطي، عايزة تحطي شوية ليمون وخل، الأكل ده ذوق ومزاج، عايزة اللي انت عايزة تعمليه وتحطيه في أكلتك حطيه. شويه كزبره خضر لو عايزه تقطعيهم عليه كده وتغطي عليه بعد ما تطلعيه من التملحه دي، بتبقى ريحته جميله. عايزه ترش شويه ملح بشويه شطه عليه بعد ما تعمليه في التملحه دي. احنا بنعمل التملحه دي علشان خاطر السمك يدخل فيه، يعني نحط السمك فيها تبقى السمكه طريه وحلو، ويبقى اللحم بتاعها طري. اطعم شويه سمك. احنا بنجيبه شروه السمك ده بنجيبه من البحيره، بنروح للصياد وهو طالع لسه كده بالشبكه بالرزق اللي جاي له، ويقول لك خدي الشروه على بعضها زي ما تيجي انت ورزقك، فيها الكبير وفيها الصغير. بنشوي الصغير كله مع بعضه كده ونحطه في اكياس ونشيله في الفريزر. على كل اكله بنطلع الكيس يعني على قد الاكله. والكبير بتقليه، بتعملي صينيه زي ما انت عايزه. في منه في الاسواق كتير بيتباع وبيبقى طعمه حلو وجميل. تعليقات ولايكات وشيروا الفيديوهات علشان صفحتي وقناتي تكبر بيكم. انا حطيته في الميه، بتحطي ما بتغيبوش في الميه كتير وتطلعيه على طول بعدها، يعني بس يشرب ميه كده ويطرى في ايديكي تطلعيه وتغطي. تشوفي بقى السمكه كده وانت بتقشري القشر بتاعها، ما اقولكيش على سهولة القشرة وهي بتطلع كده من السمكية مستوية، ومع انها لونها غامق كده بس ما اتحرقتش ولا اي حاجة، ده الطبقة اللي فوق بس هي اللي كده، لانك معلية الفرن من فوق ومن تحت، ولازم الفرن يبقى عالي من فوق ومن تحت. زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا القشرة بتطلع بكل سهولة، والفص بتاع السمكية دي سكر، كأنك بتاكلي ملبن كده. شوف الطعامة وتطلعي الفص كده وتاكلي وقاعدة عليه وعلى أكله. والشتا جاي وتاكلي السمك كده، أحلى أكل السمك في الشتاء. أي حاجة، والسمك ده رخيص جدا. وده كان فيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد.